اسمعوا هذه القصة. مرض الحسن والحسين واشتد بهم المرض، فنذر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها أن يصوم لله 3 أيام إذا الله عز وجل شفى الحسن والحسين. نذر لله علي صيام 3 أيام إذا الله شفى الحسن، وذيك لله عليها صيام 3 أيام إذا الله شفى الحسين. نذر فشفى الله الحسن والحسين، ذهبت السخونة، ذهبت الحرارة، ذهب المرض، عاد ما شاء الله بصحة وعافية. بدأ التنفيذ، والفترة ذيك المدينة ليس فيها من الطعام إلا قليل، وعلي رضي الله عنه مشغول بكتابة الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يصحى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء جبريل بآية كتبها، لأن علي من كتبة الوحي. فاطمة هي المسؤولة عن الفطور، فذهبت إلى أسرة من اليهود، قالت: هل لكم أن أطحن لكم الحب وتعطوني رغيف أطحن لكم؟ تشتغل خادم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ناس يهود تطحن لهم ثم تأخذ رغيف مقابل شغل يدها، تفطر عليه وزوجها وقت الإفطار من اليوم الأول. أول ما جهزت الرغيف وهي صائمة وزوجها صائم، جهزت رغيفها في بيتها بعد شغل عند الناس، تهيأت إذا برائحة الرغيف طالعة برا، وطفل يتيم قد مات، قد قتل والده في سبيل الله، شم رائحة الخبز، مدينة ما فيها طعام، فجاء حتى وصل إلى البيت، هذا البيت اللي فيه ريحة الطعام. طرق الباب، قالوا: من؟ قال: يتيم شم رائحة الطعام، فهل عندكم طعام؟ قالت فاطمة لعلي: يا علي هذا يتيم. قال: أعطيه الرغيف كله، يأخذ لأمه يأكل هو وياها وحنا يطعمنا الله. اليوم الثاني تطحن فاطمة وتشتغل وتحضر في بيتها الرغيف الثاني، ويشم رائحة المسكين وجه، ويطرق الباب، مسكين بالباب، شم رائحة الطعام، تعطينا؟ قال: يا فاطمة يا بنت محمد أعطيه الرغيف. ويبدو ما عندهم إلا الماء والتمر، خلاص خبز وراح، باقي يوم واحد من النذر، وتصنع مثل ما صنعت، تطحن لليهود وتخبز وتأتي بيتها وتصنع رغيفها، وقبل الأذان يجي ذاك الأسير الكافر، كافر أسير عند المسلمين من أسرى بدر، ثم يطرق الباب، هذا مسكين أسير عند الباب، يا فاطمة هذا آخر يوم أعطي، وما أحد درى بالخبر. وينزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل: يوفون بالنذر 3 أيام تمت، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، صايمين، ما أنه زايد، لا يحبونه محتاجينه، على حبه، مسكينا في اليوم الأول ويتيما في اليوم الثاني، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا في اليوم الثالث. وبعدين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، صوم حر. ذكرهم باليوم الآخر فجعلهم يطعمون الطعام على حبه. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا على الجوع، صبروا على العطش، جنة وحريرا.